ده سوشي، وده سوشي، وده برضه سوشي. بصراحة ما كنتش حابب افاجئك واقول لك ان السوشي مش يعني سمك ني. كلمة سوشي بالياباني يعني الرز الحمضي، او بالبلدي الرز المخلل. يعني من الاخر كده البطل عندنا هو الرز. ومش عايز اصدمك اكتر واقول لك ان السوشي من اسهل واسرع الاكلات اللي ممكن تعملها في البيت. تعال اوريك. اول حاجة هتعملها هتقطع الخضار بتاعك اللي هو عبارة عن خيار وجزر وافوكادو. الخيار بتجيبه وبتقيسه على قد 4 صوابع عشان يبقى متساوي جوه ورق النوري، وبعد كده بتقطعه لاربع تربع. بعدين بتشيل الحته اللي فيها البذر وبتقطعه رفيع بالشكل ده. بعدين نفس الكلام بالظبط بتعمله مع الجزر وبتعمله مع الافوكادو. وبعدين بنبتدي نعمل الرز اللي زي ما اتفقنا هو البطل بتاعنا. بتغسله كويس تحت الميه كذا مره لحد ما يبطل ينزل النشا بتاعه، وبعد كده بتنقعه لمده نص ساعه. وبعد كده بتحطه في الحله وبتحط عليه ميه بارده. كل كوبايه رز قصادها كوبايه ميه. وبعد كده بتغطي وعلى نار متوسطه لحد ما يبتدي يغلي. بعديها بتوطي النار خالص وبتسيبه من 8 ل 10 دقائق. بعد ما ال8 دقائق بتفوت بتطفي النار وبتسيبه برضه وهو متغطي. اوعى تفتح عليه لمده 20 دقيقه يرتاح. عقبال بقى ما يرتاح يلا بينا نجهز السوشي ميكس اللي هو عباره عن خل الرز وسكر وملح بنسبة كوباية خل رز عليها 4 معالق كبار سكر ونص معلقة شاي ملح. نقلب كويس لحد ما كل المكونات تدوب جوه الخل. دلوقتي فات 20 دقيقة على الرز. لازم بقى تطلعه في حاجة واسعة وتبتدي تهويه بالشكل ده. بعد كده تبتدي تحط عليه السوشي ميكس، وبعد كده تبتدي تهويه تاني لحد ما كل رزايه تبقى لوحدها. رز السوشي يا جماعه ما ينفعش يبقى معجن زي ما ناس كتير فاكره. الرز لازم يبقى ستيكي يعني ملزق مش معجن. قبل ما نبتدي بقى الرول لازم نسيب الرز ده على جنب لحد ما يبرد ويبقى بدرجه حراره الغرفه. بعد كده بنجيب النوري بيبر او ورق النوري وبنقطعه بالنص بالشكل ده، وبعد كده نحطه ونخلي الحته الخشنه لفوق، ونبتدي ناخد حوالي 100 او 150 جرام من الرز. واهم حاجه انك كل شويه تبل ايدك عشان الرز زي ما قلنا ستيكي فهيلزق في ايدك. وبعد كده بنفرده على الورقه زي ما انتم شايفين وبنقلبه بالشكل ده. بعدين نبتدي نحط المكونات بتاعتنا على التلت التحتاني من الورقه. انا هحط خيار وجزر وافوكادو وسلمون وجبنه فيلادلفيا. وعلى فكره السلمون مش شرط يكون ني، ممكن تستخدم سلمون جريلد او مقلي او تونه او جمبري سواء مستويين او نيين عادي. هتجيب البامبو مات وتبقى سايب حته من تحت بالشكل ده وهتبتدي ترول زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اول حاجه تمسك المكونات بايدك كده وتروح لافف بالشكل ده. بص كده تتأكد انك ماشي تمام. بعد كده تروح لافف لفة كمان، وبعد كده تروح جاي مديها الشيب بايدك كده من غير ما تضغط جامد. انت بس عايز تديها الشيب بس كده. بتشيلها وبتجيب السكينة بتاعتك، واهم حاجة انك كل شوية تبل السكينة عشان تعرف تقطع بيها كويس. وهتقطع من النص بالشكل ده. بعد كده هتضمهم على بعض وهتنضف الاطراف لو في حتة عايز تشيلها. وبعد كده هتقطع كل واحدة على 2 وبس كده، وتحطها بقى في طبق وتحط الصوص بتاعك اللي انت حبه. ممكن تستخدم سبايسي مايو او سيراتشا او ترياكي اللي انت حبه. بس كده يا سيدي. وهي دي فكرة السوشي، ان كل بايت بتبقى هي the perfect بايت وفيها كل الأطعمة في قطمة واحدة. وممكن بقى تاكلها بالشوبستيكس او تضربها بايدك زي ما انا بعمل كده. ممكن بقى تاكله كده وممكن تحطه في صويا صوص، حاجة تحفة. بس كده انت عرفت الفكرة. ممكن انت بقى تجود براحتك. ممكن مثلا بدل ما تقطع الرول تاكله كده زي الساندوتش زي ما انا بعمل كده وبلتهمه. وممكن تلف الرول بالمقلوب وتخلي النوري بيبر هو اللي بره وتنزله في عجينه تمبوره، وبعد كده تديله قليه سريعه وتفتحه بالشكل ده وتحط بقى المكونات اللي انت حاببها. وده بقى سلمون وجمبري متقطعين صغير وعليهم صوص، وادي جمبري زياده مشوي اهو، وجرنش يا معلم واديله. اسمع بقى الصوت والجمال.